يعني أنا بس علشان أشوي حبة بطاطا كده أخلص عليهم أنبوبة ب250 جنيه؟ فين العقل يا ناس؟ فين العقل؟ سيبنا بقى من الأفكار بتاعت زمان اللي احنا لازم نحط البطاطا تقعد بال4 ساعات وال5 ساعات في الفرن وتطلع مقددة وملهاش لا طعم ولا لون. تعالي بقى شوفي الجديد. البطاطا هتبقى زبدة في نص ساعة، زبدة وطعم بقى لا يقاوم. سم الله وصل على رسول الله وتعالوا نشوف هنعمل ايه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هاتي صينية، هاتي كده قد تلت كوباية عسل أو ربع كوباية، نص كوباية، كله حاجة كده مغذية للولاد. وهتجيب البطاطا، احنا عملناها قبل كده وهقولك كمان لو البطاطاية كيلو واحدة بس هفكرك هتعمليها ازاي. دي بطاطا وسط اهي يا جماعة ومش هنقطعها ولا أي حاجة. بنجيب البطاطا اغسليها غسلة محترمة وابتدي كده حطيها في العسل زي ما انت شايفة كده. طيب يا سهير، لو البطاطا زي ما بتقولي كيلو، الواحدة كيلو، نص كيلو، هنعمل ايه؟ هتقطعيها، يعني البطاطاية تقطعيها كده مثلا 3 وحدات. انا هنا بقطعها مش علشان الحجم ده، كمان عادي اهو، مش مقطعها شرايح ولا حاجة، بس علشان مش يعني حجمها مش داخل في الصينية. تمام. البطاطا دي بقى اللي بتتباع في الأماكن السياحية، اللي بتتباع بقى على النيل بقى والحاجات الجميلة دي، مغذية اهي من غير سكر ولا أي حاجة، عسل. كلنا عارفين فوائد العسل، ندي للولاد قيمة غذائية كده. أنا حطيت العسل وبقولك لو حابة تحطي قرفة حبي ايه حطي. تمام. وهنحط كوباية مية، خلاص كده، وكموريها وغطيها. وتعالي بقى فوق البوتاجاز كده وحطيها، مجرد انها تغلي تحسيها كده بدأت يعني تسخن كده، هدي النار وخليها تستوي. بالظبط نص ساعة بكتير قوي، ساعة الا ربع بكتير قوي كمان. وهنا عاوزة أقولك إن كل ما تحسيها مثلا فتحتي عليها بعد ربع ساعة لقيتيها مثلا المية الكوباية دي اتشربت، زوديها تاني لحد لما تشرب المية خالص، وخلي العسل يتكرمل خفيف. اوعي تحرقيه وتحرقيه للصينية. تمام. ولا نحرق الصينية ولا نحرق الصاجة ولا البطاطا تطلع مقددة وملهاش لا طعم ولا لون. عسل يعني حديد، يعني بندي الولاد حاجة كده كويسة في الشتاء. وزي ما قلنا نص ساعة، ساعة الا ربع بكتير قوي لو الصينية بتاعتك مش محكمة كويس. لو البطاطاية نص كيلو كبيرة كده بتقطعيها مثلا على 4 قطع كده، ولسه عاملاها معاكم. انا حبيت اعملها لكم لان في ناس كتير قالوا لي احنا مش عاوزين البطاطا متقطعة، اهي سليمة اهي. والعسل بقى تكرمل كده، وكليها بألف هنا وشفا، ودي للولاد حاجة مغذية. ولا يا اختي تخلصي الأنبوبة أم 250، وعلشان البواب يطلعها لك بياخد قد كده، علشان ايه؟ اهي نص ساعة. تمام. وزي ما قلت لك كده لو كبيرة هتبتدي اللي انت تقطعيها. عملنا البطاطا بطرق كتيرة. بصي بقى، عسل كوزة عسل كده، مكرملة ولون وطعم وجمال، ولا قددت ولا أي حاجة. خلاص كده. وما تنسيش اللايك طبعا. بصي بقى الصينية اهي، اهي ده اللي فيها عسل، ولا بقى اتعملت زي زمان ولا اتفحمت ولا اي حاجة. شايفين الجمال؟ اعملوا بقى بطاطا وغذي الولاد، ولا تخلصي الأنبوبة ولا اي حاجة. يا رب فيديو النهاردة كده يكون عجبكم، فضلا ليس أمرا. ما تنسيش اللايك، ما تنسينيش بدعوة حلوة طبعا. اعملي مشاركة علشان كل حبايبك يستفادوا. خطيرة بجد. شايفين؟ ها، مش قادرة أقول لكم جمالها. والله يا جماعة تحفة. اعملي بقى بطاطا كل يوم زي ما انت عاوزة. وبصوا خلي بالكم أنا البطاطا بصي دي مقطعاها نصين علشان بس ايه طولها بس. واستنوني في فيديو جديد.